وأنا جاي أمشي بالشارع شفت هاي البنية شايلة هاي الجنطة وتفتر بهذا الحر. شايله جنطه وتفتر بهذا الحر. يا السلام عليكم. اول شيء احنا نريد نعرف قصه هاي الجنطه. طبعا هاي الجنطه بيها اغراض العمل مالتي، اغراض الشغل. ليش انت شنو شغلك؟ انا كوافيره، عندي صالون يعني من داخل البيت مالتي، وبنفس الوقت انا عندي خدمه منزليه لكل مناطق بغداد. دقيقه، صالون ومن داخل البيت، هاي شلون صارت؟ طبعا انا كنت اشتغل بهواي صالونات وعندي خبره وعندي شهاده ممارسه مهنه وهويه نقابيه، بس بسبب الظروف وخاطر اطفالي قررت افتح مشروع بداخل البيت حتى هم اعيشهم وهم عيني عليهم. ما شاء الله عليك، يعني انت اي شيء وقف بطريقك لقيتي له حل وما خليتيه يعيقك. زين اشرحي لنا هاي الجنطه وين كانت؟ طبعا انا عندي خدمه منزليه، فعلت هاي الخدمه لكبار السن وللنساء اللي ما يقدرون يطلعون عندهم اطفال، فيقدرون يخابروني ويحجزون يثبتون حجزهم واني ما شاء الله عليها، تحدت كل الظروف وما خلت فد عائق يعيقها، شافت الايجارات غاليه فتحت خدمه منزليه بالبيت. وهسه وبعد ما اعتمدتي على نفسك واشتغلتي، شنو تحبين تقدمين نصيحه للبنات اللي جاي يشاهدنا؟ يعني اي وحده عندها طموح حتى لو كان يعني فد مشروع بسيط لا تتردد وتبدي، يعني الألف ميل تبدي بخطوه واحده. والنصيحه الثانيه اي وحده تريد تروح للصالون خلي تخابروني وتحجز يمي، انا عندي هواي عروض لهم. وطبعا كل هاي العروض وتحب تقدم لكم مبادره بسيطه. مبادرتي لاي واحد ما اي العوائل المتعففه ما عندهم، وخاصه العرايس اذا كان ما عندهم امكانيه انا اساعدهم باللي اقدر عليه. الله يوفقك ويرزقك، واي واحد يريد يشوف شغلها خليه يدخل على حسابه وانا متاكد راح يتفاجئ. اللي يحب يحجز يمك شلون يقدر يوصل لك؟ طبعا مكاني بحي الجهاد بانتخانه مال حي العامل بالفرع مال مكتبه القمر. كلش اشكرك ممنونه من عندك. انا حاضر.